طيب ده هيبقى واجب الحصة الأولى، واجب المصفوفات. خلاص؟ طيب أول سؤال عندي بيقول لي المصفوفة 0 و1 و1 و0 تسمى مصفوفة مش عارف. تعالَ نفتكر مع بعض، هي مصفوفة الوحدة كان شكلها عامل إزاي؟ قال لي هي مصفوفة مربعة. خلاص؟ ماشي. قال لي عناصر القطر الرئيسي بتاعها ب1 وبقية العناصر ب0. خلاص؟ هي دي شبه اللي إحنا كتبناها؟ لأ. قال لي يبقى دي مش هتنفع مصفوفة وحدة. تعالَ بس نختار القلم. يبقى دي مش هتنفع مصفوفة وحدة. طب المصفوفة الصفرية، قال لي المصفوفة الصفرية كل العناصر بتاعتها ب0. أنا باراجع معاك أهو. يبقى مش هتنفع مصفوفة صفرية. طب المصفوفة القطرية، قال لي عناصر القطر الرئيسي تبقى أرقام، الباقي صفار. خلاص؟ طيب يبقى برضه مش هتنفع مصفوفة إيه؟ قطرية. طب المصفوفة المتماثلة، قال لي تعالى نقرا نفس المصفوفة دي، هقرا الصف وهكتبه عمود 0 و1 يبقى 0 و1. هقرا الصف وهكتبه عمود. خلاص؟ طلعت نفس المصفوفة، يبقى المصفوفة دي تسمى مصفوفة إيه؟ متماثلة. طب المصفوفة دي على النظم، اللي كلمة نظم يعني بسألك عدد الصفوف وعدد الأعمدة. خلاص، عدد الصفوف كام؟ 1. عدد الأعمدة 3، يبقى على النظم 1 في 3. ألف مصفوفة على النظم 2 في 3، فإن المصفوفة 2 ألف على النظم. قال لي يعني أنا بقول لك خد المصفوفة اضربها في 2، لما اضربها في 2 النظم بتاعها يتغير؟ لا، فتفضل على نفس النظم 2 في 3. خلاص. طب السؤال اللي بعده، ألف مصفوفة على النظم 2 في 1 وكان ألف صاد عين يساوي صاد زائد عين. عايز المصفوفة ألف. قال لي ثواني بس، أنت بتقول لي إن ألف على النظم 2 في 1 صح؟ قال لي يعني فيها صفين وعمود. الصف الأولاني العنصر بتاعه يبقى اسمه ألف 1 1. الصف التاني ألف 2 1. خلاص؟ طيب قلنا ده مين؟ ده صاد وده عين. قال لي تعالى نكتب بقى عناصر المصفوفة. صاد زائد عين يعني 1 زائد 1 يبقى بكام؟ 2. 2 زائد 1 3. يبقى المصفوفة دي بكام؟ 2 و3. خلاص؟ اهي. طب السؤال اللي بعده، علامة المربع دي قلنا معناها ايه؟ مصفوفة صفرية. خلاص؟ على النظم 3 في 3. عدد العناصر، قال لي 3 في 3 بكام؟ ب9. يبقى عدد العناصر كام؟ 9. خلاص؟ ماشي. السؤال اللي بعده، ايه اي حاجة، ما صدقت. هو نزل كل ده امتى؟ ده انا يا دوبك دوست دوستين. السؤال اللي بعده، تعالى نجيب صفحة جديدة ونمسح الصفحة دي، هات صفحة جديدة يلا. بيقول لي ألف بتساوي الشكل ده، فإن -5 ألف يعني إيه؟ يعني بقول لك خد المصفوفة اللي اسمها ألف دي واضربها في كام؟ في -5. يبقى 5 في -5 بكام؟ ب-25. 5 في 3 ب15. 5 في -2 ب-10. لا لا استنى، احنا بنضرب في -5 يبقى دي -15. سالب في سالب بموجب 10. 5 سوري، -5 في 1 ب-5. يبقى المصفوفة -5 ألف بتساوي كام؟ قال لي -25 -15 10 -5. يبقى الإجابة ج. إذا كانت كذا مصفوفة قطرية، قلت لك يعني إيه كلمة مصفوفة قطرية؟ قال لي خبي عناصر القطر الرئيسي، مش عايز أشوفها أصلا أهي. بقية العناصر تبقى ب0. يعني حضرتك تقصد إن 20 ناقص 2 س هتساوي 0. يبقى هودي الاتنين س الناحية التانية بالموجب، يبقى 2 س ب20. يبقى السين بكام؟ ب10. طيب و3 ناقص 6 صاد بتساوي 0. خلاص؟ ماشي. تعالى نودي ال6 صاد الناحية التانية، يبقى 6 صاد هتساوي 3. يعني الصاد بكام؟ بنص. طيب أنا عرفت السين ب10 وصاد بنص، قال لي عوض. أدي 10 زائد 2 في نص تطلع بكام؟ ب11. يلا السؤال اللي بعده، بيقول لي مصفوفة بتساوي مصفوفة. امتى المصفوفة تساوي المصفوفة؟ لو ليهم نفس النظم. قال لي دي 2 في 2 ودي 2 في 2. قال لي العناصر المتناظرة متساوية، يعني الصاد بكام؟ ب3 والسين بكام؟
ب5. أنا عايز س زائد ص، 5 زائد 3 8. السؤال اللي بعده. موضوع سهل والله، بس أنت خلّي عندك دم وما تركنش حاجة. السؤال اللي بعده، مصفوفة بتساوي مصفوفة، قُلت لك ده سؤال محتاج شوية مجهود منّك. يعني إيه شوية مجهود؟ يعني تفتكر تالتة إعدادي. طيب، أول حاجة يعني إيه مصفوفة بتساوي مصفوفة؟ يعني العناصر المتناظرة متساوية. يعني س أس 2 ناقص ص أس 2 هتساوي كام؟ 12. أدي دي أول معادلة. أهو س أس 2 ناقص ص أس 2 بتساوي كام؟ 12. طيب، المعادلة التانية قال لي س زائد ص بتساوي كام؟ 4. طيب، بعدين قال لي دي معادلة من الدرجة التانية ودي معادلة من الدرجة الأولى، إزاي بنحلهم مع بعض؟ قلت لك بنحلها بالتعويض، منهج تالتة إعدادي. يبقى هروح أقول له السين هتساوي، هودي الصاد الناحية التانية يبقى 4 ناقص صاد. خلاص، ده كده قيمة السين. قال لي لو سمحت كل ما تشوف سين شيلها واكتب مكانها 4 ناقص صاد. سين شيلها واكتب مكانها 4 ناقص صاد ناقص صاد أس 2 بتساوي 12. وصلنا للخطوة دي، كتر ألف خيرك كمل الحل بالآلة الحاسبة، وما ينفعش تفتح لي الآلة الحاسبة أول يوم، يعني أول مرة تفتحها يبقى في الامتحان، ها؟ ولو أنت مش هتتمرن معايا من دلوقتي على الآلة الحاسبة لو سمحت خلاص ما تستخدمهاش. طيب، نفتح قوس. بيقول لي 4 ناقص الحاجة اللي مش عارفها هسميها إكس، اقفل القوس، أس 2 ناقص إكس أس 2 بتساوي 12. خلاص. طيب، بعدين قلنا شيفت كالك. اللي لو سمحت يا مستر لما يكون عليها صاد أس 2 يعني ليها إجابتين، فهنقعد نجرب شوية أرقام كتير. لما يقول لي solve for x اكتب مرة 5. طلعت بكام؟ بنص، يبقى صاد بنص. أجرب نفس الكلام تاني، أقول له شيفت كالك وأدخل سالب نص، طلعت برضو بنص. هدوس كالك تاني وأدخل 10. هو عمل غلطة هنا، كاتب 1 مثلا. هدوس شيفت كالك، لازم اتاكد ان الكالكوليتور كتبت لي solve for x. خلاص، وادخل رقم 10، طلعت لي نص. هدوس شيفت كالك تاني، وانا عايز اتاكد ان النص ده هو الاجابه الوحيده اللي موجوده. خلاص، هدخل سالب 10، طلعت لي برضو نص. خلاص، يبقى هي صاد بكام؟ بنص. يبقى س هتساوي 4 ناقص نص بتساوي 3 ونص، اللي هي بكام؟ ب7 الاتنين. خلاص، وضحت؟ ماشي. طيب، لو انا هحلها يا مستر من غير الآلة الحاسبة اعمل ايه؟ يبقى هاخد المعادلة دي واحلها بدماغي. يبقى افك القوس اللي عليه أس 2، يبقى 16 الأول أس 2 زائد صاد أس 2 ناقص الأول في التاني في 2، يبقى 2 في 4 في صاد، يبقى ب8 صاد زائد صاد أس 2 بيساوي 12. ده هيروح مع، في حاجة هنا سوري، دي ناقص، دي ناقص صاد أس 2 اهي ناقص، هيروحوا مع، يبقى 16 ناقص 8 صاد بتساوي 12. هودي ال 8 صاد الناحية التانية وادخل ال 12 مكانها، يبقى 8 صاد بتساوي 16 ناقص 12. اللي انا بعمله ده ايه؟ بحل بدون استخدام الآلة. الجزء اللي بالاحمر ده خلاص انت حليت بالآلة، خلاص، وعرفت قيمة السين والصاد. اللي بالابيض ده لو انا هحل من غير الآلة، يبقى 8 صاد تساوي 4، يبقى صاد بتساوي كام؟ نص، اللي احنا جبناها بالخط الاحمر اهو. تاخدها وتعوض بيها هنا فتطلع س ب7 الاتنين. تمام؟ ماشي. تعالى نكمل. هو عايز ايه؟ قال لي انا عايز س في صاد. السين اللي هي ب7 الاتنين، الصاد اللي هي نص، لما نضرب دول في بعض تبقى 7/4. يبقى هي دي الإجابة 7/4. خلاص؟ السؤال اللي بعده بيقول لي مصفوفة بتساوي رقم في مصفوفة. قال لي لو سمحت قبل ما تبدأ تحل اخلص لي من الرقم ده. ازاي؟ هيتضرب في عناصر المصفوفة، فيبقى شكل المصفوفة عامل كده: 12 سالب 2 صاد، سوري سالب 2 س. انا محتاج اخلي القلم سنه اصفر شويه.
سالب 2 س 16 سالب 8. الكلام ده هيساوي سالب 4 في سالب 3 بكام؟ ب 12. فعلا أول عنصر هنا بقى شبه أول عنصر هنا. ماشي، سالب 4 في 4 سالب في سالب سوري، سالب في موجب بسالب 4 في 4 ب 16. خلاص، الخطوة اللي بعديها 16 هنا سالب 4 في 2 بسالب 8 صاد، سالب 4 في سالب س سالب في سالب بموجب 4 س. خلاص، سالب 4 في 2 بسالب 8. تمام؟ ماشي. تعالى بقى نحل الكلام ده. قال لي العناصر المتناظرة متساوية، يعني ايه؟ سالب 2 س هتساوي كام؟ سالب 16. ادي اول معادلة، سالب 2 س بتساوي سالب 16. يبقى الس بكام يا باشمهندس؟ سالب 16 على الاتنين ب8. طيب المعادلة التانية قال لي هي بتساوي كام؟ اللي قصادها الناحية التانية اللي هو كام؟ 16. يبقى 16 بتساوي سالب 8 ص زائد 4 س. يبقى ال16 هتساوي سالب 8 ص زائد 4 في 8، ما هي س ب8. خلاص، يلا حل المعادلة دي. هودي الصاد الناحية التانية وادخل ال16 مكانها. يبقى 8 ص هتساوي 4 في 8 32 ناقص 16. يبقى 8 ص بتساوي 16. يبقى الصاد هتساوي كام؟ 16 على التمانية فيها كام؟ الاتنين. بس كده، بس كده خلاص. وضحت؟ وضحت. تمام؟ كده عرفنا السين ب8 والصاد بكام؟ ب2. طب انا عايز الجذر التربيعي ل8 في 2. خلاص، 2 في 8 ب16. الجذر التربيعي لل16 كام؟ 4. فيها مشكلة؟ الأسئلة سهلة. خلاص؟ خد بالك انت جاي من اجازة في درس مهم ومحتاج منك مجهود في المذاكرة. خلاص، فلو سمحت احترم نفسك، كفاية فضايح الترم الأول. يلا السؤال اللي بعده. س وصاد، عايز س 2 1 وصاد 1 2. يعني ايه س 2 1؟ يعني بقول لحضرتك روح للمصفوفة اللي اسمها س، روح للصف الثاني في العمود الأول وقول لي الرقم بكام. خلاص، بكام؟ بسالب 2. طب صاد قال لي روح للمصفوفة اللي اسمها صاد، روح للصف الأول العمود الثاني، الرقم بكام؟ ب7. يبقى زائد 7. سالب 2 زائد 7 بكام؟ ب5. فيها مشكلة؟ لا. طيب بيقول لي ألف هي مصفوفة إيه؟ وحدة. قال لي مصفوفة الوحدة لو أنت مش حافظ شكلها مش هتعرف تحل. طيب مصفوفة الوحدة شكلها عامل إزاي يا مستر؟ قال لي 1 0 1 0 بالشكل ده. خلاص، دي اسمها مصفوفة إيه؟ وحدة، بنرمز لها بالرمز إيه؟ أي. طيب قال لي يعني حضرتك عايز تقول لي إن الكاف هتساوي كام؟ 1، واللام ب0، والميم ب0، والنون ب1. طب أنت عايز إيه؟ قال لي أنا عايز 3 ميم زائد 2 نون. 3 في 0 ب0 زائد 2 في 1 ب2. 0 زائد 2 بكام؟ ب2. يبقى الإجابة كام؟ 2. خلاص؟ خد بالك مفيش سؤال من اللي احنا بنحله مش مهم. السؤال اللي بعده بيقول لي أ ب ج د بيساوي 3 اي. يعني ايه 3 اي؟ قال لي يعني المصفوفة اللي شكلها عامل كده أ وب وج ود بتساوي 3 في مصفوفة الوحدة اللي شكلها عامل كده. خلاص؟ ماشي. واحد شاطر يقول لي هضرب التلاتة الأول يا مستر. يبقى هنا أ ب ج د هتساوي 3 0 0 3. يبقى الألف هتساوي 3 والدال هتساوي كام؟ 3. طب الب ب0، طب الجيم ب0. خلاص، أنا عايز أ زائد ب زائد ج زائد د يطلع بكام؟ ب6. 3 زائد 3 زائد 0 زائد 0 ب6. خلاص؟ ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي ألف مصفوفة مربعة عدد عناصرها نون.
فإن نون يمكن أن تساوي. يعني إيه كلمة مصفوفة مربعة؟ قال لي يعني حضرتك عايز تقول إن الميم في النون بتساوي كام؟ نون صح؟ ماشي. وخد بالك، أنا عايز أوضحها لك أحسن من كده، فتعالى أفهمك حاجة تاني. يعني إيه ألف مصفوفة مربعة؟ قال لي يعني عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة، يعني الميم بتساوي النون. خلاص؟ ماشي. بلاش ميم ونون، تعالى نسميها سين وصاد، سميها أي حروف. خلاص؟ أهم حاجة إن أنت تبقى عارف إن عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة. طب عدد العناصر هيساوي إيه؟ قال لي الميم في النون أو الميم أس 2 أو النون أس 2. ما هو ميم في ميم أو نون في نون. خلاص؟ ماشي. مش فاهم برضه يا مستر، عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك إن النون لازم يبقى عدد مربع كامل. مش فاهم. يعني عدد ينفع أحطه تحت الجذر التربيعي من الآخر. مين في دول ينفع يتحط تحت الجذر التربيعي؟ مفيش غير التسعة. خلاص؟ وضحت؟ يا رب تبقى فهمتها. صفوف عدد عناصرها تسعة. يعني إيه عدد عناصرها تسعة؟ يعني ميم في نون بيساوي كام؟ تسعة. فإن عدد النظم، يعني إيه عدد النظم؟ الاحتمالات. طيب، لما أقول لك الميم في النون بتساوي تسعة، إيه الأرقام اللي حاصل ضربهم يساوي تسعة؟ قال لي أولا لازم تبقى عارف إن الميم والنون بتنتمي للأعداد الصحيحة الموجبة. خلاص؟ يعني إيه؟ يعني لازم الميم والنون يبقى أعداد صحيحة. يعني حضرتك تقول لي يا مستر هي ينفع واحد في تسعة وينفع تسعة في إيه؟ في واحد، وينفع تلاتة في تلاتة. في أرقام تانية حضرتك تحفظها أو حافظها حاصل ضربها يدينا تسعة؟ لا. يبقى في كام نظم ينفع؟ تلاتة، اللي هم واحد في تسعة وتسعة في واحد وتلاتة في تلاتة. خلاص؟ يا رب تبقى فهمت حاجة. طيب، السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت ألف بتساوي الشكل الرخم ده وب بتساوي ألف مد، فإن. قال لي ثواني ثواني، يعني إيه ب بتساوي ألف مد؟ قال لي يعني ب هتساوي المصفوفة، نقرا الصف ونكتبه عمود، يبقى 3 سالب 2 7 5 سالب 4 2. خلاص؟ وضحت؟ ماشي كده عرفنا المصفوفة ب. طيب هو عايز ايه؟ قال لي اولا معلومة تاني. ايه هي؟ قال لي لما اقول لك ب بتساوي الف مد، يبقى الف واحد 3 هي ب 3 1. خلاص؟ يعني دول هيدونا نفس العنصر. تعال نشوف كده. تعال. ألف واحد 3 يعني الصف الأول العمود الثالث بكام؟ بسبعة. طب ب 3 1، تعال نروح للمصفوفة ب 3 يعني الصف الثالث العمود الأول كام؟ 7. ما احنا قلنا يا مستر لما تكون المصفوفة والمدور بتاعها بنبدل النظم. طب 7 زائد 7 كام؟ 14. وضحت؟ ذاكر ذاكر الله يهديك. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت مصفوفة بتساوي المصفوفة مد. قال لي طب وهي من غير كلمة مد ده كانوا ينفع يساووا بعض؟ لأ. ليه؟ أصل دي على نظم كام؟ 2 في 3، ودي على نظم كام؟ 3 في 2. قال لي مستحيل كانوا يساووا بعض، كان لازم يبقى في مد. ليه؟ أصل المد بيشقلب دولة. خلاص؟ ماشي. أمسح بس الشخبطة اللي أنا عملتها دي، وناخد السؤال بتاعنا بره كده ونحله. يلا يا باشمهندس. أول حاجة المصفوفة الأولانية قال لي اكتبها زي ما هي لو سمحت من غير ما نغير حاجة. واحد س 2 سالب واحد 6 5 بتساوي المصفوفة التانية مد. قال لي واحد سالب 3 2 سالب واحد 6 صاد. ايه ده ايه ده؟ لا لا، تاني تاني. ازاي بعمل كلمة مد دي؟ يعني مدور المصفوفة بقرا
عمود واكتبه صف، اقرا عمود واكتبه صف. خلاص، او اقرا صف واكتبه عمود. تمام. وضحت ايه معنى كلمة مد؟ ماشي. يلا يا باشمهندس، السين هنا بتساوي مين؟ -3. شكرا. في الصاد هنا بتساوي مين؟ 5. طب -3 في 5 بكام؟ ب -15. تمام. واضحة؟ يا رب تبقى واضحة. ماشي. السؤال اللي بعده، ألف وب. ألف بتساوي ب مد، فإن قال لي تعال اكتب الألف زي ما هي أهي، 4 لام -1 2 ميم 2 بتساوي ب مد. يعني إيه ب مد؟ قال لي يعني اكتب، اقرا صف واكتبه عمود، يبقى نون ميم زائد 1 لام و2. خلاص. لازم لو سمحت وانت وبتحل يبقى قدامك كتاب المعاصر وقدامك الكراسة بتاعتك زي ما انا عامل كده. خلاص. ماشي. الخطوة التانية، قال لي الأربعة لام بتساوي نون. حاضر، 4 لام بتساوي نون. ادي أول معادلة. -1 بيساوي لام. حاضر، يبقى اللام بتساوي -1 كده يا مستر. يعني أنا أقدر أقول لك إن النون بتساوي 4 في -1. أيوه، يعني بكام؟ ب4. ممتاز. الخطوة اللي بعديها، 2 ميم هتساوي ميم زائد 1. خلاص، هنودي الميم الناحية التانية، يبقى ميم بتساوي 1. تاني عملت إيه؟ قلت 2 ميم ناقص ميم. ميم بتساوي إيه؟ 1. خلاص كده أنا عندي النون وعندي اللام وعندي الميم. هو عايز لام زائد ميم زائد نون. حاضر، يعني عايز اللام -1 زائد الميم ب1 زائد النون -4. دول كده بصفر، يبقى الإجابة -4. خلاص. ماشي. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 19. مصفوفة بتساوي مصفوفة، هنعمل ايه؟ قال لي العناصر المتناظرة متساوية. يعني ايه؟ قال لي يعني انا اقدر اقول لك ان جا 30 بتساوي س ناقص جتا 60. ايوه، يعني السين بكام؟ قال لي يعني السين هتساوي جا 30 زائد جتا 60. خلاص. ماشي. بعدين قال لي كمان انت عايز تعرف الصاد بكام. طيب الصاد والعناصر اللي قصادها. خلاص، يبقى صاد زائد ق تربيع 45 بتساوي ظا تربيع 60. يبقى صاد هتساوي ظا تربيع 60 ناقص ق تربيع 45. كمان العين، قال لي عين زائد جتا تربيع 90 بتساوي ظا 45. خلاص، يعني العين بس هتساوي ايه؟ قال لي ظا 45 ناقص جتا تربيع 90. خلاص. وضحت؟ ماشي. بعدين يا مستر هنعمل ايه؟ ولا حاجة، افتح الآلة الحاسبة بتاعتك. الجا اسمها ساين، يبقى ساين 30، اقفل القوس، زائد الجتا اسمها كوزاين 60، اقفل القوس. بكام؟ بواحد، يبقى س بواحد. طيب الصاد هتساوي الظا اسمها تان، هكتب تان 60، اقفل القوس عليها أس 2 ناقص القاء هي مقلوب الجتا. بكتبها ازاي؟ قال لي اكتب جتا 45، اقفل القوس بس خلي الأس بتاعها عدد سالب، يعني هنا -2. خلاص، بتساوي 1. طب العين ظا 45 هكتبها برضو على الآلة الحاسبة، هتطلع بكام؟ بواحد. جتا 90 بصفر، ها. يبقى س وصاد وعين كل واحدة فيهم بواحد، يبقى 1 زائد 1 ناقص 1 بواحد. خلاص. ماشي. السؤال اللي بعده، ألف مصفوفة صف. تاني، ألف مصفوفة صف. قال لي يعني عدد الصفوف بيساوي 1 بس. ده معنى كلمة ألف مصفوفة صف. على النظم، قال لي النظم ده يبقى 2 نون ناقص 5 اللي هو عدد الصفوف هيساوي 1.
يبقى 2 ن هتساوي 1 زائد 5، يبقى 2 ن ب6، يبقى ن بكام؟ ب3. بس كده، بس كده. ده معنى كلمة مصفوفة إيه؟ صف. إذا كان أ مصفوفة على النظم م في ن، وأ مادة على النظم ده، فإن م زائد ن هيساوي، مش عارف. طيب تعالوا نفكر فيها مع بعض. أ على النظم م في ن، خلاص، وأ مد على النظم، قال لي أنا عارف على طول ما دام أ مد يبقى ن في م. خلاص؟ ماشي. قال لي لا لا، أنا مش مسميها كده، أنا مسميها 2 ن ناقص 3 في 3 م ناقص 4. فهمت حاجة؟ اه. فهمت إيه؟ قال لي يا مستر يعني أنت عايز تقول إن النون المفروض تساوي 2 ن ناقص 3، والميم بتساوي 3 م ناقص 4. تاني، لما أقول لك أ مصفوفة على النظم م في ن، يبقى أ مادة على نظم ن في م. قال لي لا لا لا، أنا مش مديهم لك ن في م، أنا مديهم لك 3 في 5. خلاص، يبقى النون بكام؟ ب3، والميم بكام؟ ب5. خلاص، يعني أنا قارنت النظم دي باللي مكتوبة، النظم ده باللي مكتوب. خلاص. ماشي، تعال نحل المعادلة دي. هدخل النون هنا واطلع التلاتة بره، تطلع النون ب3. نفس الكلام هنا، هدخل الميم جوه واطلع السالب 4 بره، يبقى 2 م ب4. يبقى م بكام؟ ب2. هو عايز م زائد ن، 3 و2 كام؟ 5. شطار جدا ما شاء الله عليه. السؤال اللي بعده، ألف مصفوفة على الشكل ده، قال لي مصفوفة إيه؟ متماثلة، فإن س بتساوي. طيب تعالى نكتب الألف يا مستر. أدي س، س سالب 4 5. مصفوفة إيه؟ متماثلة. حضرتك قلت لي أول ما أقول لك مصفوفة متماثلة اشطب القطر الرئيسي، اكتبه مش عايز أشوف، ويبقوا دول كده بيساووا بعض. يبقى السين بكام؟ بسالب 4. طب السين اللي حطيتها هنا بسالب 4 يا سيدي، مش فارقة معايا. مش عارف أقنعك بيها إزاي الكلام ده. طيب السؤال اللي بعده، ألف مصفوفة متماثلة، قال لي اشطب القطر الرئيسي، اشطبه لو سمحت. أو شطبته. بعدين قال لي بص هتلاقي ده 1 1، س ناقص 1 قصادها كام؟ سالب 1. يبقى أول حاجة أقول له س ناقص 1 بتساوي سالب 1. يبقى السين بكام؟ بصفر. يبقى س هتساوي كام؟ صفر. بس كده، بس كده. السؤال اللي بعده، يا رب نفهم ونذاكر. قال لي المصفوفة شبه متماثلة، قال لي يبقى القطر الرئيسي ده بصفر. بكام؟ بصفر. قال لي يعني الألف هتساوي صفر، والب هتساوي صفر، وبعدين قال لي اللي فوق، تعال نختار لون تاني، اللي فوق بيساوي سالب اللي تحت. يعني حضرتك عايز تقول إن السين زائد التلاتة هتساوي كام؟ 1. والاتنين عين هتساوي سالب 4. 2 عين بتساوي سالب 4. حد خد باله إن أنا بغير إشارة الرقم مش الحروف؟ ماشي، اللي هي لوحدها يعني. صاد ناقص 1 هتساوي كام؟ سالب 7. وصاد ناقص 1 هتساوي سالب 7. تعال نحل الكلام ده. تطلع السين هنا بكام؟ بسالب 2. خلاص، وتطلع هنا العين بسالب 2، وتطلع هنا الصاد، لا طبعا مش بسالب 2. نودي ده الناحية التانية، يبقى سالب 7 زائد 1، سالب 7 زائد 1 بسالب 6. خلاص ماشي، يبقى هنا سالب 2 سالب 2 سالب 6، تبقى سالب 10. احسبهم على الآلة حبيبي. طيب السؤال اللي بعده،
بيقول لي ألف مصفوفة متماثلة. يعني إيه مصفوفة متماثلة؟ قال لي يعني ألف مد بتساوي ألف. يعني أنا ينفع أشيل كلمة ألف مد وأكتب مكانها إيه؟ ألف. ماشي، يبقى ألف. شلت الألف مد دي وكتبت مكانها ألف بتساوي 2 في ألف. وبعدين فإن ألف تكون مصفوفة صفرية. اشمعنى؟ اشمعنى اخترت المصفوفة الصفرية؟ قال لي عشان لما تضربها في أي رقم مش هتتأثر. الرئيسي ده بصفر. يعني س زائد واحد بتساوي صفر، وعين بتساوي صفر. خلاص؟ طيب وإيه تاني؟ قال لي وصاد ناقص 3 بتساوي، بنغير الإشارة يبقى واحد. يبقى هنا السين هتطلع بكام؟ بسالب واحد. العين خلاص بصفر. الصاد هتساوي كام؟ 4. تمام؟ ماشي. هو عايز إيه؟ قال لي تعالى أنا عايز 2 س، يعني 2 في سالب واحد، زائد صاد اللي هي ب4، زائد عين اللي هي بصفر. 2 في سالب واحد بسالب 2، زائد 4 ب2. السؤال اللي بعده مصفوفة شبه متماثلة، يبقى دول بصفر. يبقى س بصفر وكاف بصفر. خلاص. والصاد والعين قال لي صاد بتساوي سالب عين. خلاص ماشي. انا عايز صاد على عين. قال لي شيل الصاد وحط مكانها سالب عين. سالب عين على عين بسالب واحد. يبقى الإجابة كام؟ سالب واحد. يلا حبايب قلبي، قربنا نخلص آخر سؤال. بص عشان نبقى خلصنا ويجب المحاضرة الأولى. قال لي ألف بتساوي ألف صاد في عين مصفوفة متماثلة. ماشي. فأي مما يأتي يمكن أن يمثل قاعدة لإيجاد عناصر المصفوفة ألف. طيب المصفوفة المتماثلة فيها حاجات تميزها. اه. ايه هي؟ قال لي تعالى نفترض ان انا عندي مصفوفة متماثلة على نظم 2 في 2. يبقى هنا ألف واحد واحد، ألف واحد اتنين، ألف اتنين واحد، ألف اتنين اتنين. خلاص. قال لي دي مصفوفة ايه؟ متماثلة. اللي يعني ألف واحد اتنين تساوي ألف اتنين واحد. ده س، سوري ده صاد عين. وده هيبقى هقولها لك ازاي. عايز الاقي لك طريقة سهلة اقولها لك بيها. ماشي. تعالى نجرب دول. خلاص. واحنا وبنجرب هوضح لك الفكرة اللي انا عايز اقولها. 2 صاد ناقص عين. انا مش هدور في دول، انا هدور في دول. خلاص. يعني هجيب ألف واحد اتنين وألف اتنين واحد. خلاص. تمام. ماشي. تعال نجرب أول قانون اللي هو 2 صاد ناقص عين. 2 في 2 4 ناقص 2 بكام؟ كده سوري 2 في 1 ب2 ناقص 2 بصفر. طيب 2 في 2 4 ناقص 1، 4 ناقص 1 3. خلاص. يبقى أول واحدة دي ما نفعتش. طب تعال نجرب التانية. صاد وعين. هنا صاد عين، هنا صاد عين برضه. المفروض دول يطلعوا شبه بعض. ها. تعالى الصاد بكام؟ بواحد أس اتنين بواحد، اتنين أس واحد باتنين. بيساوي بعض؟ لأ. صاد زائد عين، واحد زائد اتنين كام؟ تلاتة. اتنين زائد واحد كام؟ تلاتة. خدت بالك من حاجة؟ اه. أخدت بالي. والله ولا خدت ولا نيلت. ماشي. تعال نجرب آخر واحدة. تلاتة صاد زائد اتنين عين. تلاتة في واحد بتلاتة، زائد اتنين في اتنين بأربعة. تلاتة وأربعة سبعة. طب اللي بعديها 3 في 2 ب6، زائد 2 8. خلاص. تاني يعني ايه كلمة مصفوفة متماثلة؟ قال لي يعني ألف واحد اتنين بتساوي ألف اتنين واحد. بص العنصرين دول بيساووا بعض. يعني اللي هطبق عليه القاعدة دي خلاص في ألف واحد اتنين وفي ألف اتنين واحد ويطلع نفس الرقم، هي دي القاعدة اللي تنفع للمصفوفة. بس كده، بس كده باختصار. خلاص. كده الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا الدرس ايه الأولاني. خلاص. احنا أسئلة الدرس نفسها حلينا جزء كبير منها في الحصة. تمام. أتمنى إن أنت تكمل. كل ما تحل كتير كل ما مستواك يتحسن. كان مع حضرتك مستر
إبراهام رأفت. بفكرك الحصة الجاية عندنا امتحان. ده رقم الواتس بتاعي. لو عندك أي سؤال أي استفسار تقدر تبعتلي على الرقم ده. خلاص، يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو. خلاص، دي أهم الأسئلة، هم 28 سؤال أهم الأسئلة على الدرس الأول. خلاص، يلا ربنا معاك ويا رب ويوفق.